بتبدأ أحداث الفيلم بمشهد لراجل بيعوم في البحر، بيلاحظ وجود صندوق قديم. في الوقت ده بيتفتح الصدر، بيطفو على سطح المية. بنشوف راجل اسمه ستانلي، كان بيشتغل في بنك، بيبلغ الموظفة اللي معاه إنه معاه تذكرتين لمكان معين، وبيسألها لو حابة تروح معاه. البنت دي بترد عليه إن صاحبي بيحب يروح هناك واشترى التذاكر دي، ممكن تديني التذكرتين لو سمحت؟ ستانلي كان طيب وغلبان، فبيديها التذاكر وهو ما بيروحش بنفسه. لما البنت دي بتمشي بيجي صاحبه بيقوله إن الكل بيتنمر عليك، ليه مش بتفهم؟ كانوا بيتكلموا، وفي نفس الوقت بتيجي زبونة للبنك، بتقول اسمها تينا، بتحط شنطتها على الترابيزة وبتبدأ تتكلم مع ستانلي، بتطلب منه يفتح لها حساب في البنك. البنت دي كانت شكلها مريب عشان بنشوف كاميرا متخبية في شنطتها، كانت بتصور محيط البنك بالكاميرا المتخبية دي. الناس اللي عايزة تسرق البنك أو تراقب الناس اللي فيه بيعملوا كده. في الواقع ده كان حقيقي، صاحبها طلب منها تعمل كده لأنه عايز يسرق البنك، بس ستانلي ما كانش عارف ده. البنت دي عجبت ستانلي، بيروح لصاحبه بيقول له كانت جميلة ازاي. صاحبه بيقول له سيبك من، فجأة بيفتكر إن عربيته بايظة. لما بيروح لورشة تصليح العربيات الرجالة بيقولوا له مش هنقدر نصلح عربيتك دلوقتي، لو مستعجل خد عربيتي. بياخد ستانلي العربية غصب عنه، حالتها كانت زي الزفت. ستانلي بيوصل للمكان اللي صاحبه قال له عليه بالعربية دي، بس بمجرد ما بيوصل هناك ما بيسمحوش له يدخل. الحراس عرفوه وقالوا إننا ما عزمناش النوع ده من الناس. هنا بيحس بالإهانة وبيرجع بالعربية المتبهدلة دي، بس في الطريق العربية بتعطل. بعد ما بيوصل للجسر ستانلي بيطلع متعصب من العربية وبيقف بره. هيقدر يعمل إيه في نص الليل؟ بيبص للمية، بيتهياله إن في جثة بتعوم. ستانلي كان راجل قلبه أبيض، فقال أنا هنزل المية وأشوف يمكن يكون لسه عايش. بينزل على طول، بس ما كانتش جثة، كانت كومة زبالة، كانت باينة كأنها جثة. لكن الكويس إنه لقى القناع الأخضر ده هناك، القناع اللي شفناه في بداية الفيلم. ستانلي بياخد القناع ده لبيته وهو فاكر إنه حاجة مميزة وأنتيكة. ستانلي عنده كلب في بيته، بس بمجرد ما بيشوف القناع ده بيبدأ ينبح. زي ما الحيوانات بتحس بالحاجات الغريبة، كان ده تصرف الكلب ده. ستانلي كان واقف قدام المراية بالقناع، بيقول أنا هلبسه، شكله هيبقى عامل إزاي عليا. بمجرد ما بيلبس القناع ده إن ستانلي معاه حاجات قيمة كتير في جيبه. بيطلع كلاكس صغير زي الكورة، تحس إنه هيضرب كلاكس خفيف، بس لما ستانلي بيضغط على الكلاكس ده كان صوته عالي لدرجة إن شعره بقى زي المسامير. ستانلي بيفكر يروح لخدمة تصليح العربيات عشان ستانلي اتعرض للإهانة بسبب العربية اللي ادوها له. بيروح هناك وبيبوظ كل حاجة، بيعمل خراب كبير هناك. بيرجع البيت وبعد كده بينام. من الواضح إنه عمل حاجات غريبة كتير، يمكن يكون تعب. تاني يوم الصبح لما بيصحى وشه كان عادي، ما كانش فيه قناع على وشه. ولما بيبص في المراية بيفتكر حاجة. إيه اللي حصل بالليل؟ بيقول لأ، ده ممكن يكون كان حلم. في الوقت ده الباب بيخبط وبيكون ضابط بوليس بره. كان بيسأله فاكر؟ إيه اللي حصل امبارح بالليل في شقتك؟ الست اللي حاولت تضرب عليه نار كانت هناك كمان. كانت بتقول إن في راجل بقناع أخضر كان موجود، كان بيخوفني وكان مرعب جدا. ستانلي عارف إنه ممكن يكون هو، لكنه بيقول لضابط البوليس إني ما شفتش حد، أنا كنت نايم امبارح. لما ضابط البوليس ده بيمشي ستانلي بيرجع أوضته وهو ماسك القناع، بيقول إنه خلاني أعمل حاجات غريبة، أنا هرميه بره. لما بيرمي القناع وبيطلع بره أوضته القناع بيرجع لجوه لوحده. بعد كده بيروح مكتبه، وإدارة البنك كانت متعصبة منه، ليه جيت متقص عشان يدفع دخول المكان ده، وكمان العربية اللي بسببها تعرض للإهانة، لأن العالم بيفضل الأغنياء. ستانلي بيوصل للبنك، لكن بعد كده صديق تينا بيوصل هناك كمان. هو وشوية من صحابه كانوا هيسرقوا البنك بالليل ده، كانوا بياخدوا بعض الإجراءات بره عشان إزاي يسرقوا البنك. في الوقت ده ستانلي بيطلع بره وهو بيكسر مراية البنك، بيقول لهم انتوا متأخرين، مش هتقدروا تسرقوا بالشكل ده. وبيجري من هناك وهو بيقول كده، بيجري بسرعة جدا لدرجة ان محدش يقدر يشوفه. بعد كده بتوصل الشرطة. الشرطة بتبدأ تحقق مع صحاب تينا. الشرطة بتفكر انهم هم اللي سرقوا البنك. في ناحية تانية بنشوف ستانلي وهو وصل البار ومعاه عربية فخمة،
بيطلع وبيقابل أمن البار، بيديلهم فلوس كتير، بعد كده بيدخل البار. تينا كانت بترقص هناك، بيروح ستانلي مش غني لدرجة إنه يجي النادي ده، بيشتبه فيه. بيروح شقة ستانلي وبيسأله إن يا ستانلي دي كانت كرافتك؟ وقول لي إزاي رحت البار، أنت مجرد موظف بنك عادي. ستانلي بيقول له أنا ما رحتش البار، أنا كمان كنت بدور على كرافتي، اتسرقت. لما ستانلي بيروح البنك بتاعه، رئيسه تاني بيتعصب عليه. ستانلي بيقول له ما تتعصبش عليا، وإلا ده هيكون وحش. بعد كده بتيجي تينا البنك عشان تقابل ستانلي. بتسأل ستانلي إنك بتقابل ناس كتير كل يوم، تعرف راجل وشه أخضر؟ هي فاكرة إنه دهن وشه أخضر. ستانلي ما بيحكيلهاش الحقيقة وبيقول أيوة أنا أعرف الراجل ده، لو قلتي أنا هخليكي تقابليه بالليل. تينا بتفرح وبتحدد الوقت والمكان. لما ستانلي بيرجع البيت بيفكر إني لازم أعرف عن القناع ده. بيروح لراجل عنده معلومات كتير عن الأقنعة، بيقول له إن كان في آلهة لكن واحد منهم ما كانش جاد، كان شقي جدا، ما كانش ناضج، وبعد كده حسب شخصيته ادوله قناع وطلعوه من المكان ده. ممكن يكون القناع ده عشان شكله قديم جدا كمان. ستانلي بيقول مش يمكن هو ده، تعرف كل ما البسه بتحول لحاجة تانية، ما تغيرش. الراجل ده بيقول لستانلي ما تضيعش وقتي. بعد كده ستانلي بيفهم إن ممكن يكون بيشتغل لما أكون لوحدي، أو يمكن بالليل. بيمشي من هناك عشان كان بالليل ولازم يقابل تينا. كان بيفكر الحمد لله إني ما اديتش وقت لتينا بالنهار. بالكده الشرطة بتوصل هناك عشان كانوا مراقبينه. الشرطة بتحوطهم لكن تينا بتخاف وبتجري من هناك، وستانلي بيجمد نفسه. لكن عشان هو مضحك وغير ناضج ما بيعرفش إنه باين للشرطة وإنهم كمان حوطوه. الشرطة بتقبض عليه. بيعمل سحره المضحك، وبسببه الشرطة بتبدأ ترقص معاه. بصعوبة بيوصل صاحب القناع، لكن القناع اللي كان معايا مش القناع الحقيقي. صديقك معاه القناع الحقيقي، والقناع هيأثر عليه زي ما بيفكر. أنا كان قلبي أبيض وبريء، عشان كده تأثيره عليا مضحك. لكن بالرغم من كده جات لي فكرة إني أعمل عملية سرقة. وصديقك وحش وهيتحول لراجل شرير، هيسرق المدينة كلها مش بس البنوك، وهيدمر المدينة كلها، لازم توقفيه. تينا بتقول لي إزاي أقدر أوقفه؟ أنا كمان هسيب المدينة دي. بعد ما اكتشفته إنه مجرم، أنا كمان اكتشفت غلطتي، أنا عمري ما هقابله. وهي بتقول كده بتمشي من هناك. لكن صديقها كمان كان عارف إن تينا هتخدعني، بعت رجالة وراها. قبل كام مرة شفنا لما الرجالة الأشرار دول خدوا ستانلي هناك، كلبه كمان كان وراهم، وهو بيدور على الطريق بيوصل لستانلي. الحارس اللي هناك كان نايم، والكلب ده بياخد المفتاح من جيبه، بيساعد ستانلي يفتح زنزانته. لكن بعد كده بيوصل ضابط البوليس هناك. ستانلي بيوجه المسدس ليه، بيطلع من السجن وهو بيهدده. في ناحية تانية الرجالة الأشرار دول خطفوا تينا. دلوقتي تينا كانت صديقه الوحش. الراجل الوحش بيلبس القناع، وشه بيتحول لغريب وأخضر. صديق تينا كان بيغير منه، ليه هو مجرم أكبر مني. كان هناك عشان يهاجمه، لكن المجرم الكبير ده بيبدأ يضرب عليه نار. صديق تينا اللي بقى دلوقتي راجل قناع بيمتص كل الرصاص ده فيه في الأول. بعد كده الراجل القناع الوحش ده بيربط تينا وبيثبت قنبلة موقوتة فيها، بيقول لها كنت بتجري من هنا، اجري دلوقتي. بعد كده ستانلي بيوصل هناك كمان. لما صديق تينا بيبصله، تينا بتطلب منه يبصلها. أنا اكتشفت غلطتي، لكن بالرغم من ده لو عايز تقتلني أنا عايز أشوف وشك من غير القناع ده. في الحقيقة تينا كانت بتوقعه بيه. لما صديق تينا بيقلع القناع، تينا بتخبط القناع برجلها، بينط في الهواء، وبعد كده كلب ستانلي بيمسك القناع ده. الكلب الكيوت ده بيلبس القناع. دلوقتي الكلب الكيوت ده ما كانش شكله أقل من وحش، بيعمل حركات كيوت في مضحكة كمان. بيبدأ يقتل صحاب الراجل الوحش، بيقرصهم ويقطع هدومهم. في ناحية تانية ستانلي كان بيضرب الراجل الوحش ده بوكسات. ستانلي بيشيل كلبه وبيقول له بطل، تعالى هنا. بيقول دلوقتي جه دوري ألبس القناع. وبكده ستانلي كان هيقرب يلبس القناع ده. لكن بعد كده صحاب الراجل الوحش دول بيوصلوا هناك، وبيبدأوا يضربوا عليه نار.
رصاصة بتيجي في القناع وبيقع على مسافة بعيدة، لكن ستانلي بيروح على طول هناك وبيجي وهو لابس القناع. رصاصات كتير بتيجي فيه، ولما بيشرب عصير العصير بيطلع من أماكن الرصاص. بيتحرك بسرعة ناحية تينا، بيشيل القنبلة دي هناك. ستانلي كان بيبص على القناع ده إني عملت حاجات عظيمة بسبب القناع ده، وإني أنا بصيت لك باستحقار عشان أنتي كنتي بتحبيني في القناع. لأ، تينا بتؤمن إن الطبيعة الإنسانية هي أحسن حاجة. أنا بحبك زي ما أنت. بترمي القناع في المحيط، وبيكونوا في منتهى السعادة، وبيخلص الفيلم. النهاردة هنرجع لواحدة من أكتر التجارب السينمائية يعني اللي سابت علامة في التسعينات. أكيد أكيد. فيلم ذا ماسك. طبعا. المصدر اللي معانا بيقدم ملخص تفصيلي لأحداث الفيلم، بس إحنا مهمتنا هنا إننا نتعمق أكتر. بالظبط. هنشوف إزاي الفيلم ده اللي يعتبر رسخ أقدام جيم كاري كنجم كوميديا أسطوري كان أكتر بكتير من مجرد قصة عن قناع سحري. والحاجة اللي ممكن ناس كتير تتفاجئ بيها إن الفيلم المبهج ده أصله سلسلة كوميكس دموية جدا وعنيفة. أوه، دي معلومة مهمة. جدا. في الكوميكس القناع كان أداة مرعبة، بتحول أي حد يلبسه لقاتل سايكوباثي. يا ساتر. صناع الفيلم أخدوا الفكرة الأساسية دي، اللي هي فكرة إطلاق العنان للذات المكبوتة، وشالوا منها كل الرعب وحولوها لكرنفال كوميدي. التحول ده لوحده بيقول كتير. دي نقطة ممتازة نبدأ بيها. خلينا نتكلم عن الشخصية نفسها قبل القناع، ستانلي إيبكس. المصدر بيوصفه إنه موظف بنك بسيط وخجول، بس هل هو كان لطيف فعلاً؟ سؤال مهم جدا. ولا دي كانت مجرد قناع تاني بيخبي وراه ضعف وخوف من المواجهة؟ أنا شايف إن لطف ستانلي ده كان استراتيجية للبقاء. هو شخص الكل بيستغله حرفياً، الميكانيكي، صاحبة البيت، وهو بيتعامل مع ده كله بابتسامة مهزوزة لأنه ما عندوش الأدوات النفسية للمواجهة. دي مش طيبة نابعة من قوة، دي سلبية نابعة من خوف. والفيلم بيعبر عن الخنقة دي بصرياً بشكل عبقري. حياته كلها بهتة تماماً. شقته وعربيته المتهالكة، حتى هدومه ألوانها كلها رماديات وبنيات، كأن العالم بتاعه منزوع منه الحياة. بالظبط. المخرج استخدم لغة الألوان ببراعة. عالم ستانلي الطبيعي يكاد يكون أحادي اللون، ممل ورتيب جدا. صح. وده بيخلق إحساس بالقمع البصري، بيخلي المشاهد يحس بنفس الإحباط. ولما القناع بيظهر لأول مرة بنشوف إيه؟ انفجار ألوان، البدلة الصفراء الفاقعة، الوش الأخضر. بالظبط. ده مش مجرد تغيير في الشكل، ده تمرد لوني على الواقع الرمادي اللي كان عايش فيه. ولما بيلبس القناع التحول مش مجرد قوة خارقة، لا طبعا. هو بيتحول لنمط وجود مختلف تماماً، كأنه خرج من فيلم دراما ودخل فيلم كرتون من بتوع لوني تونز. تماما. وده كان اختيار فني مقصود جدا. شخصية القناع متأثرة بشكل مباشر بالمخرج الكرتوني الأسطوري تيكس إيفري. طريقة المشي المبالغ فيها والحاجات دي. بالظبط. العينين اللي بتطق من مكانها، القلب اللي بيدق بره الصدر، المطرقة العملاقة اللي بتطلع من العدم، كل دي علامات مسجلة للكرتونات بتاعته. فعلا. الفيلم كأنه بيقول إن رغباتنا المكبوتة لو خرجت مش هتكون عقلانية أبدا، هتكون فوضوية ومجنونة زي أفلام الكرتون دي. وهنا لازم نتكلم عن جيم كاري. صعب قوي نتخيل أي ممثل تاني في الدور ده. مستحيل. لحد فين المؤثرات الخاصة بتخدم أدائه، ولحد فين أدائه هو اللي بيدي للمؤثرات دي معنى. العلاقة بينهم تكاملية. في نص التسعينات الCGI كان لسه في بداياته، كان ممكن يبان مصطنع بسهولة. صح. اللي خلى شخصية القناع تنجح هو إن جيم كاري نفسه عنده ليونة جسدية وتعبيرات وش كرتونية بطبيعتها. هو اللي قدم الأساس المادي، والمؤثرات كانت بتبني عليه. من غير مرونة جيم كاري كانت الشخصية هتبقى مجرد شكل رقمي بارد. هو اللي إداها الروح. بالظبط كده. طيب، الشخصية دي لما بتخرج أول حاجة بتعملها هي الانتقام من صاحبة البيت والميكانيكية، بس بعدها بيعمل حاجة أكبر، بيسطو على البنك. هنا الموضوع بدأ ياخد منحنى أخطر. هل القناع شخصية خيرة ولا شريرة؟ هو ولا ده ولا ده، ودي عبقرية الفيلم. القناع عبارة عن مضخم أخلاقي. مضخم أخلاقي؟ حلو المصطلح ده. هو مش بيدي لنفسه صفات جديدة، هو بياخد الصفات الموجودة أصلاً وبيكبرها لأقصى درجة. ستانلي في جوهره شخص مش مؤذي. صح. عنده إحساس بالظلم ورغبة في المرح وتحقيق عدالة شخصية.
فالقناع بيترجم ده لأفعال فوضوية وكوميدية. انتقامه كرتوني مش دموي. حتى سرقة البنك كانت مجرد وسيلة عشان يروح النادي يقابل تينا. تماماً، مش هدف في حد ذاته. التفسير ده بيوضح قوي اللي حصل لما دوريان تايرال لابس القناع. دي يمكن أهم لحظة في الفيلم كله عشان نفهم طبيعة القناع. بالظبط. لما دوريان اللي هو أصلاً مجرم وأناني وعنده هوس بالقوة لبس القناع، إيه اللي حصل؟ متحولش لشخصية كرتونية ظريفة خالص. أبداً، اتحول لوحش شبه شيطاني. صوته بقى أعمق، ملامحه مرعبة، وأفعاله مدمرة. لأنه ضخم الشر اللي جواه أصلاً. بالظبط. المقارنة بين قناع ستانلي وقناع دوريان هي اللي بتشرح فلسفة الفيلم كلها. القوة المطلقة بتكشف حقيقتك مش بتغيرها، وده فرق جوهري على الكوميكس. وبعد ما دوريان بياخد منه القناع، ستانلي بيوصل لأحط نقطة في حياته. بيتسجن، بيحس بالخيانة، بيفقد كل حاجة. لكن في السجن بقى بتبدأ تحصل حاجة غريبة. فزورو عشان تساعده يهرب هو اللي بيخطط وبيستخدم ذكائه. بيستخدم نفس الجرأة والمراوغة اللي كان بيستخدمها وهو القناع، بس المرة دي بشخصيته الحقيقية. بالظبط. دي لحظة الإدراك. اكتشف إن الشجاعة والذكاء مش صفات حصرية بالقناع، دي كانت إمكانيات كامنة جواه هو. القناع كان مجرد محفز. دي رحلة البطل الكلاسيكية، لازم يفقد مصدر قوته الخارجي عشان يكتشف إن القوة الحقيقية كانت جواه طول الوقت. تماماً. المعركة النهائية في النادي مش بس معركة بين ستانلي ودوريان، دي معركة ستانلي مع نفسه. لما بيلبس القناع للمرة الأخيرة، استخدامه للقوة بيكون مختلف. الهدف المرة دي مش استعراضي أو انتقامي. الهدف هو حماية الناس اللي بيحبهم. صح. هو هنا مش بس بيسيطر على القناع، هو بيسيطر على نفسه. كوميدية عبقرية لما كلبه مايلو بيلبس القناع. إيه دلالة المشهد ده؟ المشهد ده بيخدم نفس الفكرة. مايلو كلب مخلص ووفي طبعاً. فلما لبس القناع ما تحولش لوحش، اتحول لبطل كرتوني خارق بيعض الأشرار. القناع ضخم صفة الولاء اللي جواه. يعني القناع مراية للروح؟ بالظبط، حتى لو كانت روح كلب. وفي النهاية بعد ما بينقذ الموقف والعمدة بيعلنوا بطل، هو وستانلي بيرموا القناع في المية. هل ده كان القرار الصح إنه يتخلى عن القوة دي للأبد؟ من منظور القصة طبعا، ده رمز إنه خلاص مش محتاجه. هو دمج ظله زي ما بيقولوا في علم النفس. اعترف بالجزء المكبوت من شخصيته وتعلم إزاي يستمد منه القوة من غير ما الجزء ده يسيطر عليه. تخليه عن القناع هو إعلان استقلال نفسي، بيقول أنا مكتمل بذاتي دلوقتي. بس ده بيخليني أفكر، الفيلم اتعمل في التسعينات، في عالمنا دلوقتي اللي كله ضغوط وسوشيال ميديا وبنجبر نفسنا نلبس أقنعة طول الوقت، هل التخلي عن قناع بيدينا حرية مطلقة هو فعلا التصرف الحكيم؟ دي نقطة فلسفية، مش ارمي القناع، يمكن هي اعرف إمتى تلبسه وإمتى تقلعه. إنك تكوني قادرة تستدعي الجرأة والثقة بتاعة القناع في المواقف اللي محتاجاها من غير ما تفقدي نفسك الحقيقية. القناع كان أداة علاجية لستانلي، وبعد ما العلاج نجح ما بقاش محتاج الأداة دي. يعني القصة في النهاية بتسيبنا مع سؤال مهم. الفيلم بينتهي برمي القناع في النهر، لكن السؤال الحقيقي مش لو لقيت القناع ده هتعمل بيه إيه. السؤال الأهم هو إيه هو القناع اللي كل واحد فينا لابسه دلوقتي؟ بالظبط. وإيه اللي هيحصل لو قررنا نقلعه ولو اليوم واحد بس؟ سؤال فعلا يستحق التفكير. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش الإعجاب والمشاركة والاشتراك في القناة. شكرا للمشاهدة وسلام.